السلام عليكم. تقدم الفريق الأول السيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الشهداء وأقربائهم، سائلا الله العلي القدير أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، وأن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني. كما أمر الفريق أول السيد شنقريحة بفتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف حادث تحطم المروحية العسكرية. وجاءت هذه التعزية إثر تحطم مروحية من نوع ME 171 بضواحي العطاف بولاية الدفلة اليوم الاثنين إثر مهمة تدريبية مبرمجة، حيث أسفر هذا الحادث الأليم عن استشهاد طاقم المروحية العقيد مناري مراد، الرائد دحماني موسى محمد، والرقيب المتقاعد شبوع أسامة.